انا اللي جبت ده كله لنفسي، بقول لكم انا اللي جبت ده كله لنفسي، من حلاوتها ومن جمالها ومن طعمتها. ولادي كل يوم عايزين نعملها لهم. مش بقول لكم انا اللي جبت ده كله لنفسي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واحتماد عليك يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نخش بقى نشمر ايدينا ونشوف هنعمل ايه. بالليمونه دي وكوبايه اللبن هنعمل عظمه عظمه زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. دلوقتي هنجيب ايه؟ ده كيلو من المكرونه، كيلو من المكرونه. وادي الخضار بتاعنا، ده الخضار بتاعنا. دلوقتي جبنا شفشق الخلاط، هنزل بالريحان، ريحان ونعناع وتوم، ريحان ونعناع وفص واحد من التوم. نزلنا في الخلاط ونزلت ب3 معالق من الخل، ونزلت بشوية فلفل ألوان، يعني شوية فلفل ألوان أنا مقطعاه، خدت منه جزء، وطماطمية واحدة بس، حباية من الطماطم بس، ضربتهم في الخلاط. وهنزل بقى بكوباية اللبن زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بكوباية اللبن. لو وصلت معايا لحد هنا قوليلي انت بتتابعيني منين. وهنزل بالملح، ده ملح خشن بصراحة، ما لقيتش عندي ملح ناعم. نزلت بفلفل اسود، هنزل بكمون، هنزل بكركم، هنزل بكاري، كركم كاري بس. هما دول اللي انا نزلت بيهم. تمام تمام. دلوقتي بقى هنزل ببصلايه، هنزل ببصلايه، هي بصلايه صغننه كده او 2 صغيرين حسب الكميه. وهروح ايه واخده ضربهم في الخلاط تاني، خدتهم ضربتهم في الخلاط وركنتهم زي ما انتم شايفين كده. انا كان عندي حوالي 3 قطع من الفراخ، يعني كل ما بجيب فرخه اعملوا زي كده. دي حاجه حلوه قوي، كل ما بجيب فرخه بشيل منها حته، كل ما اجيب فرخه اشيل منها جزء، يعني اشيل منها حته من الصدر كده صغيره، ممكن اشيل دبوسه، ممكن اشيل كتف. يتجمعوا معايا اكله، هتجمعي اكله من غير ما تحسي. في يوم كده ما انتش عارفه تعملي ايه هتطلعيهم وتعمليهم. فانا عملت كده بصراحه ربنا، كنت مجمعه من كذا فرخه، يعني كذا حته كده، وعملت بيهم. هما ما يجوش يعني ايه ربع كيلو بانيه، يعني قولي ربع كيلو من البانيه، يعني قولي ربع كيلو فراخ. رحت نازله بالخلطه الجميله اللي انا عملتها دي عليهم، تبلتهم بقى بالخلطه الرهيبه دي. وهنزل بقى بعصره الليمونه، بنص ليمونه. فانت لو هتعملي كميه اكتر هتنزلي بالليمونه بحالها، هتنزلي بالليمونه بحالها. ده توم، ده توم انا مقشراه وفرماه زي ما انتم شايفين كده في الهون او في الصلايه زي ما بتقولوا. تعالوا اشربوا شاي. ورحت نزلت بعصره الليمونه زي ما انتم شايفين كده اهو، وهقلبها تقليبه محترمه واركنها بقى. يا ريتك تعملها من بالليل بصراحه، انا عملتها على طول لان كنت مستعجله. طبعا في الحاله دي انا مولعه على ميه المكرونه، ولحت على ميه المكرونه، نزلت بقى في ملح بس، ما نزلتش ولا بزيت ولا باي حاجه، لان المكرونه بتاعتي كويسه، اللي هي ايه مكرونه اقلام، هتجيبي مكرونه اقلام. دلوقتي انا جبت ايه حله على النار، نزلت بحوالي 3 معالق من الزيت، هنزل بمعلقه كبيره من السمنه، اي سمنه بلدي مش بلدي، اي سمنه موجوده عندك. نزلت بالثوم المفروم، دي راس توم، راس توم اللي انا فرمتها في الهون زي ما انتم شفتوا كده، وحدها تقليبه محترمه. اكله اقتصاديه وما اقولكيش بصراحه ربنا جميله قوي. يا ريتكم تجربوها، جربيها بس بنفس الطريقه كده. طبعا ايه التوم مش هياخد لون، هشوحه بس، مش هتخليه ياخد لون، يتشوح بس. رحت نازله ايه بالفراخ بتاعتي بالتتبيله بتاعتها بقى، ايه اللي انا عملتها دي. التتبيله بتاعتها ريحان، فص توم، بصلايه، فلفل الوان، طماطمايه، نعناع اخضر بس. التوابل كركم، كاري، ملح، كمون، فلفل اسود بس. 3 معالق من الخل، نص ليمونه. هي دي ايه التوابل بتاعته كلها.
ورحت نزلت بالفراخ بتاعتي زي ما انت شفتوا، ورحت نازله بالفلفل الالوان بقى اللي هو احمر اخضر اصفر، وهسيبها تتشوح تشويحه محترمه بقى لحد ما تنشف خالص، بس على نار عاليه عشان الفراخ ما تنزلش ميه. اهم حاجه على نار عاليه. طبعا كانت الميه بتاعت المكرونه غليت، رحت نازله بالمكرونه بتاعتي. فانت مش هتخلي المكرونه تغلي يعني تستوي قوي، تلتين سوا. المكرونه بتاعتك تستوي تلتين سوا بس. بقول لكم شايفين شربت التتبيله كلها وما نزلتش ميه ولا اي حاجه. هركنها على جنب بقى والمكرونه بتاعتي تتسلق. نقلت المكرونه بتاعتي الناحيه دي، هتسويها تلتين سوا، ما تسويهاش قوي. اوعي تسوي المكرونه بتاعتك قوي. شوفوا المكرونه بتغلى ولا حطيت لها زيت ولا اي حاجه، هم شويه ملح بس. فانا بشوفها تستوي تلتين سوا، تروح نشلاها بقى مصفياها. فانا هصفها دلوقتي، هتشوفوا بقى انا هصفها ازاي. مش هحط عليها ميه ساقعه ولا اي حاجه، انا مش هحط عليها ميه ساقعه. انا هاخد من المكرونه من الميه بتاعتها انزل على تتبيله الفراخ اللي انا عملتها. يعني انت بصي، انت لو عندك دبوسه ممكن تقطعيها وتعملي عليها نص كيلو مكرونه وتقضي يومك وتبقى زي العسل. بس اعملي الخلطه الرهيبه دي للمكرونه، والله العظيم والله العظيم كانت تحفه. بقول لكم من حلاوتها الولاد عايزين نعملها كل يوم. انا اللي جبته لنفسي فعلا، انا اللي جبته لنفسي. شوفوا بقى المنظر عامل ازاي. شايفين المنظر؟ بالله عليكم ما تنسيني بكومنت حلو يكبر بخاطري. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطري في الكومنتات كده. وبالله عليك ما تنسي تدعي لي بزيارة بيت الله الحرام. ادعوا لي بزيارة بيت الله الحرام أنا وانتم مستمعين يا رب، واللي نفسه فيها ربنا يكتبها له يا رب. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بقول لكم من حلاوتها ولاد عايزين أعملها كل يوم. من حلاوتها أنا اللي جبت ده كله لنفسي، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. من حلاوتها عايزين نعملها كل يوم. شايفين الجمال؟ شايفين التفاصيل بتاعت الطبق عاملة ازاي؟ حد يصدق ان ده بربع كيلو؟ الطبق ده كله معمول بربع كيلو بس. كيلو من المكرونة اللي اقلام اتعمل بربع كيلو بس، واليوم عدى وبقى جميل وزي الفل. زي ما انا بقولك كده، كل ما تجيبي شيلي قطعة، كل ما تجيبي شيلي قطعة هتعمل معاكي أكلة محترمة. والله العظيم انا بعمل كده، كل ما بجيب بشيل قطعة من الفراخ، كل ما اجيب اشيل قطعه اروح مجمعاهم اكله زي ما انتوا شفتوا كده.